على عكس العادة احنا النهاردة مش جايين نقول لكم على خطوات او نديكم نصايح ولا حتى نوريكم اختراعات او حاجات غريبة. احنا النهاردة جايين نجاوب على سؤال واحد بس اخد مننا وقت كبير قوي للتفكير في اجابته: هل الدرجات الدراسية مهمة؟ التقديرات او الجريدز هل فعلا بتقيس بشكل مظبوط؟ تعالوا نتكلم شوية في الموضوع ده. عالم الفيزياء العبقري ألبرت أينشتاين ليه مقولة مشهورة جدا بتقول إنك لو حكمت على قدرة السمكة في تسلق الأشجار هتفضل طول عمرها فاكرة نفسها غبية. كذلك الحال معانا إحنا، عقولنا مختلفة وكل واحد فينا ليه قدراته ومواهبه، لكن كلنا بنتعلم في المدارس بنفس الطريقة. ولو طرق التعليم كانت مختلفة عن ما هي عليه كان ممكن جدا يكون اللي مش شاطرين دلوقتي بقوا من المتفوقين والنابغين. مش معنى ده أبدا إنك تعتبر دي حجة عشان ما تذاكرش، لكن لو مش بتجيب الدرجات النهائية ما تضايقش نفسك، واعرف إن موهبتك ليها استثمار تاني غير المواد العلمية اللي لازم يكون عندك قدر كافي من العلم منها مهما كان. الدرجات أو التقديرات هي وحدة قياس زيها زي المتر أو الكيلوجرام، من المفترض إنها بتستخدم في قياس مدى فهم الطالب للمادة اللي بيدرسها دي، لكن للأسف كتير من الامتحانات اللي لم يكن كلها بتركز بس على قياس المعلومات اللي الطلاب حفظوها، وكل ما قدرت تدخل معلومات لمخك أكتر كل لما زادت فرصة إنك تجيب تقدير أعلى. ومن هنا تحولت الدرجات والتقديرات لحاجة بتقيس الذاكرة واللي ممكن تخونك وتنسى في أي وقت. الطريقة الصحيحة للتعليم وضحتها دراسة اتعملت في أواخر التسعينات، فيها قاموا بتعليم عدد من الناس ازاي يسوقوا، وأثناء ما كانوا بيعلموهم كانوا بيكلموهم عن تاريخ إنشاء الشركة المصنعة للسيارات اللي هم سايقينها. بعد سنة عملوا لهم اختبار ولقوا إنهم كلهم ما زالوا بيعرفوا يسوقوا، وإن كلهم برضو فاكرين أقل من 15% عن تاريخ الشركة دي. نتيجة الدراسة دي أثبتت إن صعب على أي حد إنه ينسى مهارة اتعلمها، وإن التعليم لازم يركز على المهارات العلمية مش المعلومات المجردة. الهدف من الكلام اللي قلناه مش انك ما تذاكرش بأي حال من الأحوال، بل على العكس العلوم الأولية في المدارس هي أمر أساسي لأي شخص. اللي حاولنا نقوله هو انك حاول على قد ما تقدر تتعلم وتفهم بالطريقة المناسبة لقدراتك وتفكيرك، حتى لو على حساب شوية درجات. في نهاية المطاف الناس بتبقى محتاجة الشخص اللي بيعرف يعمل الحاجة مش اللي حافظها، وخليك على يقين انك هتلاقي نجاح في حياتك على قد المجهود اللي هتبذله بالظبط. حابين جدا نعرف آرائكم في الموضوع ده، وسواء بتتفق معانا أو لأ اكتب لنا رأيك في التعليقات وخلينا نتناقش مع بعض. شارك الفيديو مع أصدقائك كلهم ونشوفكم الفيديو الجاي.